صحف المغرب تعلق على تأهل أسود الأطلس لنصف نهائي أولمبياد باريس. تناولت الصحف المغربية التأهل المثير للمنتخب الأولمبي لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد الفوز على أمريكا برباعية نظيفة. واكتسح منتخب المغرب نظيره الأمريكي في لقاء دور ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024 المقامة حالياً ب4 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة. كيف تناولت صحف المغرب الفوز والتأهل لنصف النهائي؟ كتب موقع البطولة المغربي أولمبياد 2024: المنتخب المغربي يحقق إنجازاً تاريخياً بعد بلوغه نصف النهائي لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على أمريكا من 4-0. وكتبت جريدة المنتخب: رباعية الأولمبيين أمام أمريكا تجعلنا خير سفراء في حديقة الأمراء. وكتب موقع هسبريس أولمبياد باريس 2024: المغرب يقسو على أمريكا ويتأهل إلى نصف النهائي. ونجح منتخب المغرب في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 28 من عمر المباراة بهدف عن طريق اللاعب سفيان رحيمي من ركلة جزاء. وعزز التقدم اللاعب أكوماش في الدقيقة 62 بعد تمريرة عرضية من الزلزول لتسكن الشباك. وأحرز الهدف الثالث اللاعب أشرف حكيمي بعد انطلاقة فردية وتوغل إلى مناطق أمريكا الدفاعية وتسديدة زاحفة داخل الشباك في الدقيقة 69. وفي الدقيقة 90 احتسبت ركلة جزاء جديدة للمغرب بعد لمسة يد على مدافع أمريكا يتصدى لها اللاعب مهدي موهوب ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 90 +1.